السلام عليكم. معكم ست ندى البصام من مدرسة إرب الدولية. عندنا كتاب Writing Level 3، يعني ندرس صف ثالث ورابع ابتدائي دولي. عندنا الموضوع اليوم احنا باللسن 9، الدرس التاسع. حبايبي وياي أقرأ وراح أترجم. Sensory words يعني كلمات الحسية. Sensory language involves using words that evoke sensations of sight, sound, smell, touch, and taste, bringing imagination to life. يعني اللغة الحسية تتضمن كلمات تستدعي يعني كلمات الإحساس اللي هي البصر، الصوت، الشم، اللمس، التذوق، تجلب لنا الخيال في الحياة. Words for sight، أول وحدة sight عن البصر. Words كلمات for sight كلمات البصر tell us about color، تخبرنا عن حول اللون shape الشكل and appearance المظهر. هنا عندنا for example مثال we rode a bright colorful air balloon. واضح يعني هنا هذا لامع الكلمة معناها هواء ملون بالبالون، هذا المنطاد. عندنا أيضا موضوع الساوند الصوت. words for sound tell us about different sounds، كلمات الصوت تخبرنا عن الأصوات المختلفة. كمثال for example I can hear the sizzling sound of the potatoes in the frying pan. أني أقدر أسمع أزيز البطاطا وهي تقلى بمقلاة القلي. عندنا موضوع آخر اللي هو السميل الشم. words for smell help us know about the fragrance of different things or objects. يعني كلمات الشم تساعدنا على معرفة الأشياء المختلفة، المواضيع المختلفة. مثلا for example the aromatic scent of the rose filled the room. معناه يعني رائحة الوردة الحلوة تملأ الغرفة. موضوع التاتش اللمس. words for touch tell us how things feel or what texture they have. يعني اللمس، موضوع اللمس شلون هذه الكلمات تفهمنا شلون نلمس الشغلات ونفهمها. موضوع الإحساس باللمس. for example كمثال the boy can feel the smooth hot sand. يقول الولد يستطيع أن يشعر بالرمل الحار الناعم، بالرمال الحارة الناعمة. موضوع آخر التيست التذوق. words for taste. words for taste tell us about flavors things have. كلمات التذوق تخبرنا عن الطعم، طعم الأشياء. مثال for example my orange juice has a tangy yet delightful flavor. اوكي، يعني عصير البرتقال مالتي الخاص بي هو منعش ومبهج، نكهته مبهجة. عندنا هنا تمارين بسيطة وحلوة إن شاء الله. أول تمرين إيش مطينا نوضحها. مترجمة الكلمات match the following، يقول صل. يعني هنا words for sight كلمات البصر اللي هي نمشي 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 نوصل لهنا، هذه كلمات البصر. مثل ميسي واضحة إن شاء الله الترجمة فوضى. crowded مزدحم. tidy مرتب. colorful ملون. dark ظلام. bright لامع. peaceful سلمي يعني آمن. shiny مشرق. words for sounds كلمات الصوت هذه حاد سويكي. tendering رعد. buzzing رنين. loud عالي. noisy ضوضاء. quiet هادئ. defending إصمام. وبانجينج إحداث ضجيج يعني ضجيج.
Words for smell كلمات الشم لهنا fresh طازج burned محروق minty نعناع stinky نتن floral زهري aromatic عطري smelly كريه الرائحة وgarlic ثومي. Words for touch كلمات اللمس هذه silky حرير spongy سفنجي sticky لزج greasy دهني سمي طيني سمي هذا حرف ال silent سمي يعني طيني rough خشن smooth ناعم delicate حساس. آخر شيء words for taste كلمات التذوق وين هنا butter مر salty مالح sweet حلو butterly زبداني يعني زبد من الزبد sour حامض milky حليبي spicy كثير التوابل tasty لذيذ. وآخر تمرين عندنا نشوفه هذه على كل موضوع مطينا جملة sentence. Number B. Refer to the list of sensory words on page 42. Use your choice of sensory words to write a sentence for each of the following. يقول هذا موضوع السايت أعطي عليه جملة. Gummies يعني اللزوجة. Gummies can be colorful and covered with shiny sugar sprinkles. بالضبط هذه يعني اللزوجة الموجودة على هاي الأشياء الناعمة الملونة اللي نرشها على الكيكة. واضحة؟ هاي معنى اللزوجة الموجودة بها يعني شلون حلويات. زين. جملة أخرى sound عن الصوت. I hate it when people make loud chewing noises while eating gummies. يقول أنا أكره الناس اللي تظهر الصوت عندما تمضغ وتحدث ضوضاء عندما تأكل اللزوجة بالأكل. جملة على smell الشم. Some gummies have a minty smell that makes my mouth water. يقول بعض اللزوجة بالأكل اللي مثل ريحة النعناع تجعل هنالك شلون لزوجة مي بالماوث من كثر اللزوجة يصير العفو مي بالماوث بالفم. وجملة عن touch اللمس. Some gummies are so sticky لزجة. بعض المواد اللي بيها اللزوجة تكون sticky لزجة that they seem stuck in your teeth forever وتلتصق هاي اللزوجة بالأسنان للأبد. آخر موضوع التست التذوق. جملة عليه for example I love to eat sweet and sour gummies because they are very tasty. يقول أنا أحب أكل الحلو والحامض من المواد اللزجة لأنها لذيذة جدا. تحياتي.